أقف الآن وسط العاصمة العراقية بغداد، حيث مكان التظاهر الذي نظم للاحتجاج على حرق القرآن الكريم في المملكة السويدية. هنا القوات الأمنية تتواجد بشكل كبير لحماية مقر السفارة السويدية. طبعا هناك أكثر من 200 عنصر أمني فقط يتواجدون هنا عند مدخل السفارة، أما العناصر الأمنية الأخرى فقد انتشرت بشكل كبير عند المنطقة المحيطة بمنطقة تواجد السفارة. الحشود التي توافدت هنا هي حشود كبيرة جدا، وهذه الحشود على ما يبدو منظمة بشكل أو بآخر، لأن اللجنة المركزية للتظاهرات قد ألزمت هذه الحشود أن هناك تعليمات يجب الالتزام بها، منها رفع الأعلام العراقية فقط، عدم المساس بممتلكات الدولة، إضافة إلى عدم اقتحام السفارة السويدية. وأيضا هناك بعض التعليمات الأخرى التي توجه من قبل المنظمين لهذه التظاهرة التي تبدو كبيرة، وهي وقفة احتجاجية على ما قام به أحد العراقيين الذين يمتلكون الجنسية السويدية في السويد من حرق القرآن الكريم. إذن هي وقفة احتجاجية وتظاهرة في آن واحد. محمد فاضل، الغد، بغداد.